سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة، بس نركز في المقادير بتاعتها. معلقة خميرة، معلقة سكر، كوباية لبن دافية. انا هنا ضفت لبن بودر ومية دافية، سيبها تختمر. بعد الاختمار شايفين كده هي كده ممتازة. عندي هنا كيلو من الدقيق، هضيف عليه معلقة من القرفة واقلبهم كويس، وبعدين هنزل بالخميرة بتاعتي. بعد كده هنزل بكوباية من الرايب ونص كوباية من الزيت. انا هنا استخدمت زيت ذرة. من نجاح العجينة انها بتلزق معانا، بس لو حسينا انها بتلزق قوي لازم نضيف لها حبة دقيق. يعني انا هنا ضفت شوية كمان وابتديت اعجن تاني. انا كده حسيت ان التلزيق بتاعها خف شوية. بعد كده هنزل بعد ما اخلص عجن تماما واحس انها خلاص كده، هحس ان القوام بتاعها بيلزق معايا شوية، هنزل ب50 جرام من الزبدة. شايفين القوام بتاعها بيلزق. العجينة دي من علامات نجاحها ان هي بتلزق شوية. فانا هنا بختبر بقى بشوف المطة بتاعتها، لقيتها لسه عايزة تتعجن تاني، بس انا كنت خلاص تعبت بصراحة، سبتها تختمر لمدة ساعة. وبعد كده هبتدي احضر في الحاجات التانية. 150 جرام من السكر البني، وعليها كمان معلقة كبيرة من القرفة، و70 جرام من الزبدة. هسيبهم على جنب علشان الزبدة تطرب معايا. وهنا العجينة اختمرت، هلمها. بعدين هبتدي افردها بايدي الاول، وبعد كده ابتدي افردها بالمردله، لان هي بتبقى تقيله فهيبقى صعب جدا ان احنا نفردها الاول بالنشابه. فهبططها بايدي الاول وبعد كده افردها بحيث انها تديني مستطيل تقريبا بحجم المفرش السيليكون ده زي ما انتوا شايفين كده، وكلها بسمك واحد، يعني سمك 1 سنتي. هنا الزبده دابت معايا شويه، وبعدين ضفت لها كمان مكعب من الجبنه وقلبتهم كويس، وهبتدي بقى افردها على سطح العجينه بتاعتي. انا خلاص فردتها، وهبتدي الفها لفات صغيره قوي ورفيعه، وبعدين وانا بلف اشد زي ما انتوا شايفين كده، بلف واشد لغايه ما اخلص الرول ده معايا بيبقى طويل. انا هنا هاخد مقاس القالب بتاعي، بعدين اقطع، وبعد كده اخد القطعتين دول. الطروف بتاعت الرول دي انا قطعتها وهسيبها لوحدها. هنا هعمل زي ما انتوا شايفين كده، هشقها بالنص كده، وبعد كده هبتدي اضفرها او الفها. سهل قوي على فكرة، بس عشان العجينة لينة قوي بتبقى فيه صعوبة شوية. هنا انا بضفرها وبعدين هاخدها، دي واحدة تانية انا بضفرها كده بالراحة، بعدين هاخدها واحطها في القالب بتاع الكيك او اي قالب عندي، او قالب توست مثلا زي القالب ده، افردها كده. هنا بقى الطروف بتاعت الرول انا اخدتها وقطعتها وعملتها زي ما انتوا كده، زي ما انتوا شايفين كده، واخده شكل السينامون رول. هنا بقى هعمل الكريمه. عندي هنا جبنه مربعات او مثلثات، وعليها نص كوب من السكر البودر، وكمان كريمه، وكمان معلقه زبده وفانيلا، وهخفقها كويس قوي وهتبقى جاهزه معايا. هسيب المخبوزات بتاعتي بعد ما تطلع من الفرن. انا دخلتها الفرن على 180 درجه واخدت معايا 27 دقيقه وخرجت لنا بالشكل ده. وهي سخنه انا هنزل بالصوص بتاع الكريمه بتاعي ده. هي كانت سخنه قوي على فكره. وبعدين رشيت عليها شويه من الجوز. هنا الكريمه كان القوام بتاعها كان متماسك شويه، فكانت حلوه قوي يعني. هنا شويه من صوص الكراميل، وضفت برضو جوز على الوش كده زي ما انتوا شايفين، ورشه من القرفه خفيفه، وده كان شكلها في النهايه. هنا انا خدت قطعه من اللي انا ضفرتها دي بعد ما قطعتها، يعني طريه جدا وحرفيا بتدوب. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها، وبس كده.